أنا اسمي روفي، عندي 24 سنة. أنا كنت بخاف جدا من الكلاب، يعني قبل ما أروح الجامعة كنت ما بعرفش أعدي الشارع خالص، أستنى أي حد معدي جنبي عشان يعديني من الكلاب البلدي اللي في الشارع. فحصل صدفة إن أنا لقيت كلاب مسمومة ولقيتهم بيتشنجوا وبيتألموا، فما بقتش عارفة أعمل إيه. عرفت بقى من إن الطب البيطري يجي يحط لهم سم، فإذا هم بيتعذبوا وبيموتوا يعني بالبطيء. فقررت، أنا كنت خايفة جدا مش عارفه اعمل ايه، بس قررت ان انا يعني اكسر حاجز الخوف اللي جوايا، لان انا من كتر ما كنت بتألم على ألم الكلبه فخلاني انسى خوفي منهم. اضطريت ان انا اخدهم انقلهم للعياده، طبعا في ماتوا يعني، يمكن كان في 2 بس اللي ليهم الحظ ان هم يعيشوا. ومن ساعتها بدات ادخل قوي في تفاصيل ان انا انقذ كلاب الشارع. دخلت على جروبات رفق بالحيوان، فتعرفت على مجموعه ناس عندهم نفس التفكير بتاعي، فعملنا بلان كده ان احنا يا ريت ننقذ لما نيجي يعني نلاقي اي حيوان مريض، احنا ازاي بعد كده هيبقى ايه مصيره، ما احنا ما نقدرش نرجعه للشارع تاني فيحصل له سم او يتعرض لنفس الاذى، خصوصا ان في كلاب مثلا بتبقى مثلا جالها شلل، فبعد ما بنعالجها مهما بنعالج بيبقى خلاص حصل له كسر في العمود الفقري، ما يقدرش يخدم نفسه في الشارع. فكلب زي ده بيبقى محتاج مأوى هو اللي يخدمه، لان هو لو اتساب في الشارع مش هيقدر ولا هيعرف ياكل ولا هيعرف يشرب ولا هيعرف يدافع عن نفسه. فقررنا بقى ان احنا نفتح مكان زي شيلتر ونحط الكلاب اللي كل واحد فيهم ليه قصه ونبقى احنا مسؤولين عنها. الشلتر ده كل كلب، احنا عندنا حوالي 150 كلب، كل كلب هنا ليه قصه معينه وقصه يعني مؤلمه جدا. عندنا كلاب مذبوحه، طبعا في منهم اتعالجوا وفي لسه بقى تحت العلاج، وفي عندنا كلاب متكسره نتيجه ضرب بالعصيان، او في كلاب كانت مسمومه وطبعا لسه اثار السم يعني بيحصل لها تشنجات. في عندنا كلاب كانوا بيدخلوها في الدوكس فايت، بيدخلوا مصارعه ما بين الكلاب، واللي يكسب هو اللي ياخد فلوس، واللي يخسر يا اما الكلب يموت يا اما يرموه في الطريق. للاسف احنا الثقافه هنا عندنا في مصر يعني شايفين ان الناس اللي بترفق بالحيوان او بترحمهم ان دي حاجه رفاهيه، في ناس بيشوفوها ان ده جنان، يعني الناس دي مجنونه فاضيه ما وراهمش حاجه، فبيقعدوا بقى ينقذوا الكلاب البلدي. وفي طبعا بنسمع حاجات كتير قوي اللي هو ليه بتنقذوا الكلاب، ما عندنا البني ادمين اولى، مع ان الرحمه ما بتتجزأش. أنا ناس كتير طبعًا جدًا بتنتقدني، يعني منهم يمكن أقرب الناس ليّا، ساعات مامتي، ساعات إخواتي، صحابي، بس الفكرة إن أنا، وده على فكرة مجهود كبير جدًا عليّا ولود كبير، إن أنا باضيّع جزء كبير جدًا من حياتي علشان أعمل ده، وباصرف مصاريف كبيرة جدًا عشان أعالج حيوان. بس الفكرة إن أنا يعني يمكن اللي محركني أو اللي مخلّيني مش قادرة أبعد عن الموضوع أو مش فارق معايا بمعنى أصح كلام الناس، لمّا باشوف روح بتتألم في صمت ومحدش معبرها، لو انا ما انقذتهاش مفيش حد غيري هيروح ينقذها. يعني اكيد انا بعمل حاجه غريبه، بس بالنسبه لمجتمعنا هنا بالنسبه لي يعني المبدأ بتاعي اني انقذ روح بس.